يا هلا بالجميع. كلنا نعرف أنه الدراما التركية صارت جزء من حياتنا، من أزقة أسطنبول الغامضة لقصورها الفخمة. بس يبدو أنه سنة 2026 رح تكون شيء تاني تماماً، شيء أكبر وأكثر تشويق. فخلونا نشوف مع بعض إيش محضرين لنا هالموسم المليان بالصراعات، الخيانات وقصص الحب المستحيلة. طيب، إيش هو السر اللي يخلي هالمسلسلات تنجح بهالشكل الساحق؟ هل هي بس القصص الجريئة ولا الشخصيات اللي تعلق في الذاكرة؟ لعام 2026 الجواب شكله يتركز على 3 محاور أساسية: السلطة، الحب المستحيل، وصراعات العائلة. خلونا نبدأ بالأول. نبدأ من قلب العتمة، من عوالم الجريمة والسلطة. هنا الولاء عملة نادرة، والخيانة هي اللغة اللي الكل يتكلمها. مسلسلات هالسنة رح تاخدنا لأماكن الخطوط فيها بين الصح والغلط شبه ممحية، والانتصار الوحيد هو إن الشخص يظل عايش. وأول مسلسل معانا في هالفئة هو ولي العهد. لا يغركم الاسم، هنا ما في قصة ملكية ولا شيء من هذا القبيل. العرش اللي بنتكلم عنه مو من ذهب، لا، هو عرش إمبراطورية إجرامية. والوريث مو أمير، بالعكس، هو شاب بسيط رح ينجبر ياخذ مكان ما كان يحلم فيه. يعني تخيلوا الموقف: شخص عادي ميكانيكي بسيط فجأة يكتشف إنه الوريث الوحيد لأخطر زعيم مافيا. الصورة هنا تلخص كل شيء: يا إما يرجع لحياته القديمة الهادئة، أو يأخذ طريقاً مظلم مليان سلطة وخطر. السؤال هنا: أي طريق يختار الواحد لما يكون الخيارين ممكن يودوا للموت؟ ومن صراع على السلطة نروح لحلم تحول فجأة لكابوس. في مسلسل مثل الحلم، القصة تبدأ مع مصففة شعر يجيها فجأة ورث ما كانت تتوقعه أبداً، صالون تجميل فخم جداً. لكن وراء الواجهة اللامعة في سر خطير جداً، لأنها الورث ما كان هدية، بالعكس طلع قفص من ذهب. البطلة تكتشف إن الصالون مجرد واجهة لغسيل أموال، وإنها الحين متورطة للنخاع. هي مو مجرمة، بس لازم تبدأ تفكر زي المجرمين عشان تقدر تنجو بحياتها. طيب، إيش ممكن يصير لو لحظة حظ واحدة، سواء كانت حلوة أو سيئة، قدرت تدمر كل شيء؟ مسلسل البلدة الصغيرة يلعب على هالفكرة المرعبة. لما 3 أصحاب يلاقوا شيء ما كان مفروض أبداً يلاقوه: شنطة مليانة فلوس في سيارة محطمة. هذا هو الاكتشاف اللي رح يحط صداقتهم وأخلاقهم على المحك. هل رح يضلوا أوفياء لبعضهم لما أصحاب الفلوس الحقيقيين يبدأوا يطاردوهم؟ هنا الإغراء يتحول للعنة. ونختم جولتنا في عالم الجريمة بقصة تجمع بين الخطر والرومانسية. في حلم أشرف، زعيم عصابة له وزنه، يقع في حب مغنية، وهو ما يدري أبداً إنها تحمل سراً ممكن يهد عالم كله. بالضبط، هي لعبة شطرنج مميتة بين الحب والواجب. هو يشوف فيها حلمه، وهي تشوف فيه مهمتها. كل حركة محسوبة، وكل نظرة ممكن تكون فخ. والمسلسل يطرح سؤال مهم: في لعبة خداع زي هادي، هل ممكن الحب يكون حقيقي؟ والحين نترك عالم الرصاص وننتقل لساحة معركة ثانية ما تقل شراسة أبداً: القلب. هنا الأعداء مو عصابات، لا، الأعداء هم أسرار مدفونة، سأر قديم، وخيانات تهدد بتمزيق أقوى قصص الحب. هالسنة عندنا 3 قصص حب أساسية، وكل واحدة تواجه تحدي مختلف تماماً. في ورود وذنوب، الموضوع كله عن خيانة من الماضي تهدد زواج كان يبدو مثالي. أما في هذا البحر السيفضى، الحب الممنوع يولع من جديد بين وريثين لعائلتين بينهم ثأر دم قديم. وأخيراً في الحب والفقدان، نشوف قصة حب غير متوقعة أبداً تنولد من رحم العداوة بين جامع ديون قاسي وامرأة تحاول تنقذ عائلتها. والآن نوصل لثيمة الأتراك أساتذة فيها: العائلة. لكن هالسنة الموضوع مأخوذ من زاويتين متناقضتين تماماً. من جهة، العائلة كسجن لازم الواحد يهرب منه، ومن جهة تانية، العائلة كملجأ لازم يتمسك فيه عشان يعيش. التناقض هنا عجيب. في مسلسل العائلة امتحان، عنا طبيب ناجح عنده كل شيء، فلوس ومنصب، لكنه في الحقيقة أسير في قفص عائلته الذهبي. وعلى الجانب الثاني، في مسلسل المشردون، أطفال أيتام ما يملكون أي شيء، لكنهم يقاتلون مع بعض في الشوارع عشان يبنوا العائلة اللي فقدوها. إذن نشوف إنه صراع العائلة له شكلين: صراع للهروب عشان الواحد يلاقي نفسه، وصراع للتمسك بالآخرين عشان البقاء. وفي الحالتين السؤال واحد: إيش يعني إنه الشخص يكون جزء من عائلة؟
وبعيداً عن الدراما الاجتماعية اللي نعيشها اليوم، في عمل واحد بس يأخذنا في رحلة عبر الزمن. عمل ملحمي ضخم طموحه أنه يحكي قصة بناء أمة كاملة. طبعاً نتكلم عن الملحمة التاريخية المؤسس أورهان. هذا مو مجرد مسلسل عن قائد، لا، هذه قصة بناء دولة من لا شيء، وتجسيد لرؤية غيرت مجرى التاريخ. رحلة أورهان مثل ما هو واضح كانت أكبر من مجرد معارك. القصة بتبدأ من لحظة استلامه للقيادة، بعدها مرحلة بناء جيش ونظام دولة، وصولاً للهدف الاستراتيجي الأكبر وهو فتح مدينة بورصة. المسلسل يركز على العقل اللي ورا السيف، القائد اللي حول قبيلة صغيرة لإمبراطورية. طيب، بعد ما استعرضنا كل هالعوالم المختلفة من الجريمة والسلطة للحب والعيلة والتاريخ، واضح جداً إنه موسم 2026 محضر شيء لكل مشاهد. وهذا الرسم البياني يلخص لنا الخريطة. شوفوا كيف مسلسلات الجريمة والسلطة ماخذ الحصة الأكبر 40%، وهذا يدل على أن الجمهور متعطش للتشويق. بعدها تجي الرومانسية والدراما العائلية اللي هي تعتبر قلب الدراما التركية النابض، وهذا التوازن بين الأكشن والعاطفة هو بالضبط سر نجاح العالمي. وفي النهاية هذه الأعمال مو مجرد قصص نتفرج عليها، هي رحلات عاطفية عميقة، من التوتر في عالم الجريمة لدفء الحب الممنوع وألم صراعات العائلة وعظمة بناء التاريخ. كل مسلسل يقدم تجربة فريدة ومختلفة. والسؤال الأخير يبقى: مع كل هالقصص القوية، أي عالم رح نختاره أولاً؟ عالم الصراع على النفوذ والمال، ولا عالم القلوب اللي تقاتل عشان الحب؟ يبدو إنه موسم حافل بالقرارات الصعبة ينتظرنا كلنا. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.